الحضارة المصرية من أكتر الحضارات اللي احترمت وحافظت على الست المصرية، فكان في حاجات كتير بتحفظ حقوقها. زي أول حاجة، أول عقد مدني موثق. الجواز كان بيبقى فيه فعلا عقد مدني موثق. العقد ده كان بيحافظ على حقها في المهر والميراث، وكمان تعويض كبير في حالة الطلاق. النيش اللي عامل لنا مشكلة الأيام دي هو كمان أصله فرعوني. العروسة كانت بتجيب في جهازها حلل وأطباق لكن مصنوعة من الفخار والذهب، وتفضل برضو كل ما يجي لها ضيوف تفتح النيش وتوري الناس إن أبوها صارف ومكلف. زي بالظبط دلوقتي كده، لكن بدل الفخار والذهب العروسة بتجيب كريستال وتيفال. مش بس كده، الست المصرية من يومها عارفة حقوقها. كانت وهي جاية بتكتب وتسجل كل منقولاتها، والعفش كوباية كوباية وطبق طبق، اللي هو دلوقتي القايمة. القايمة اللي كان العريس بيمضي عليها، نفس العريس الغلبان لحد دلوقتي بيمضي عليها. آلاف السنين عدت صحيح والعادات بتتغير، بس الست المصرية لسه زي ما هي، ذكية وقوية وعارفة تحفظ حقها من أيام الفراعنة. يمكن الزمن اتطور بس الجذور لسه مصرية قديمة. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية من أول السطر مع إيمان.